إبراهيم عبد الجواد يا جماعة بيفجر قنبلة وسبق إعلامي خطير. أيها الناس، نجم النجوم ومحطم قلوب العذارى نبيل عماد دونجا يحق له المشاركة في السوبر المصري بالإمارات. وخبوا عيالكو، دونجا المخيف جالكو. وكده موازين القوى هتختلف تماما في البطولة. الترشيحات كلها اتجهت للزمالك بقيادة الأسطورة دونجا، بعد ما كنا معتقدين زي ما قال لنا النجم بشير التبعي ان النهائي هيبقى بين الزمالك وبيراميدز. الخبر ده بيغير المفاهيم تماما، واصبح الزمالك هو المرشح الاول للفوز باللقب الغالي. جماهير الصفوة العريضة تصفيق حاد وصياح انطلقوا. بغض النظر عن نجومية دونجا وتأثيره الفني المبهر وركابنا اللي بتخبط في بعضيها من ساعة ما عرفنا الخبر، لكن صحيح ان الذاكرة عندي بعافية شوية، لكن على ما اتذكر يعني ان اتحاد الكورة السابق بقيادة القائد المحنك جمال علام كان اعلن للصحافة ان المحابيس الثلاثة خيري ورشاد وبدوي وعلى رأسهم دونجا تم ايقافهم 4 مباريات. بس هو وقتها قال لنا ان ال4 مباريات دول هيبقوا في السوبر المصري فقط. ساعتها الناس كلها استغربت القرارات، يعني لان القرارات التربوية بتبقى على كله. دلوقتي بس عرفنا ليه في السوبر المصري فقط، لانه هيكون بعد سنة تكون الناس نسيت او يحلها حلال. المهم دلوقتي الاتحاد الحالي بيقول لك ان الاتحاد السابق كان بيضحك على الصحافة والناس يعني عموما عشان يهدي الاجواء ويمتص الغضب، لكن مفيش قرار رسمي وما نعرفش حاجة، وما نعرفش هم عملوا كده ليه اصلا. يعني جمال علام قال لهم عنده جبنة وهو ما عندوش جوه. ومن ساعة ما ابراهيم عبد الجواد ما فجر القنبلة والناس كلها هتتجنن. انا بصراحة مش عارف هي الناس مستغربين قوي كده ليه. هو الزمالك بقيادة لهاليبو لما العيال دي اتاخدوا منه في الامارات واتحبسوا واتحلق لهم زلبطة عشان يلم الليلة، مش طلع بيان رسمي باسم الزمالك قال فيه انه هيعاقب كل المخطئين؟ ولما الامارات رجعتهم بعفو رئاسي بدل ما يعاقبهم نظم لهم احتفالية مع الجماهير بتاعت العيلة الواحدة، وطلعوا عملوا لنا التحية العسكرية وتم استقبالهم استقبال المنتصرين الفاتحين. طيب هو انتوا عمركم في حياتكم سمعتوا ان الزمالك ده طول تاريخه خد اي قرار تأديبي او انضباطي؟ طب مش جمال علام ده زملكاوي؟ مستغربين ليه بقى؟ مش عارف، ما ده الطبيعي بتاعهم يعني. الاتحاد الحالي بقى عامل من بنها، يقول لك انا مالي يا اخويا، اللي مش عاجبه يروح يمسك في جمال علام واللي يحصلني يكسرني. لكن اتحاد الكورة الحالي من موقع المسؤولية وإحساسه بنبض الشارع وثورة الجماهير راحوا جابوا أسامة سفيه وقالوا له تقدم استقالتك. قال لهم ليه؟ ازاي؟ أنا ما فشلتش، أنا كنت بس غير موفق وعايز أكمل، عايز أروح مع العيال دي الأولمبياد، سبوبة حلوة وفيها قرشين حلوين ولوس أنجلوس بقى والشوبينج كله. قالوا له لا لا مش هينفع، الناس مش طايقاك من ساعة الحلقة المعفنة اللي عملتها، فبدل ما نقيلك وشكلنا وشكلك يبقى وحش انت قدم استقالتك، احنا هنقبلها، ريح لك كده سنة ولا 2 على ما الناس تنسى، وبعدين نبقى نجيبك تاني في منتخب اصغر بقى، تحت 17 تحت 15 تحت السلم، اي حاجة تاكل منها عيش. المهم زحلقوا أسامة وراحت اللجنة الفنية انعقدت وحطت معايير اختيار المدير الفني القادم للمنتخب الأولمبي. يعني هو أسامة ده كان من غير معايير؟ ما علينا. المهم تم الاستقرار على ميزانية 100,000 دولار لمدرب عالمي دولي خزعبلي، لأننا بناء على تعليمات السيد الوزير بنستهدف ميدالية في الأولمبياد القادم بلوس أنجلوس. نعرفش بقى ميدالية ذهبية فضية برونزية مصدية أي حاجة، المهم نصرف الكام مليار بتوع كل مرة ونرجع نقول هنحاسب المخطئين وإهدار المال العام والكلام الكبير ده، ونفضل احنا كده بقى نحش في النجيلة، ولا الحمار بيشبع ولا النجيلة بتخلص. بالنسبة بس كده افتكرت المجلس الأعلى لتوسيخ الإعلام. نحب نفكركم لكونوا ناسيين يعني إنه فات أكتر من شهر
على شكوى الأهلي لمدحت شلبي، ولا حس ولا خبر، لعل المانع خير. وعلى فكرة، الهدوء النفسي والسكينة اللي عندكم دي مشجعة ناس كتير قوي من القلاضيش اللي بيطلعوا على الشاشات ان هم يتجاوزوا اكتر من الاول، والموضوع عمال يكبر. واضح كده ان الجان الرصد عندكم فيمة، ودي المرور بيسحب فيها رخص وممكن تتكلبشوا كمان. ناس ما عندهاش دم.